السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح موقع يوجوف. أول حاجة، الموقع عبارة عن إن هو مثلا أنت بتعمل عليه حساب، وهو بيديك كل يوم استطلاع رأي ده أسئلة عامة. ايه رأيك مثلا في السفر إلى المكان دوت؟ ايه عمليات التجميل اللي في بلدك؟ حاجات زي كده. وكل استطلاع بيديك مثلا حوالي من 10 نقط ل200 نقطة، كل استطلاع وحسب النقط اللي موجودة معاه. وانت بتفتح الاستطلاع هو بيقولك. تاني حاجة، في ناس بقى بتقول انا لسه هجمع بقى من 10 نقط لحد ما اجمع ال5000 نقطة. اولا انه انت عشان تاخد 50 دولار لازم تجمع 5000 نقطة. عشان تجمع ال5000 نقطة، في ناس بقى بتقول انا هستنى كتير كده ومن كده مش هينفع. انت ممكن مثلا تيجي هنا مثلا، وتيجي اخبر صديق عن كل صديق انت بيسجل عن طريق الرابط بتاعك. يعني مثلا ثواني واحدة بس، معلش النت بطيء شوية. ده الرابط بتاعنا. انت مثلا اسرع حاجة عشان يجيلك عدد زيارات كتير وتجمع النقط بسرعة، ان انت تعمل شرح على يوتيوب والناس تسجل عن طريقك. يعني مثلا الرابط ده عن كل واحد بيخش عليه بتاخد 200 نقطة، بس لازم يكمل 5 استطلاعات عشان ال200 نقطة يوصلوا. لو سجل عن طريقك وما كملش ال5 استطلاعات يبقى مفيش حاجة هتوصل. وبكده انت تقدر مثلا تكمل ال5000 نقطة بسرعة شوية. وان انت تعمل فيديو على يوتيوب يبقى سريع شوية، والطريقة مجربة تجربة شخصية. اكيد ان شاء الله الطريقة هتنجح معاكم كلكم، لان فيها الصعوبة مش هتاخد من وقتك كل يوم 5 دقايق. في ناس بقى، الناس اللي بتقول ان هي بتعمل كذا ايميل من نفس الاي بي، وده اكبر غلط، وانا كنت ارتكبته زيكم وجمعت 11000 نقطة، لكن مرضيوش يستبدلوا النقط او حتى اتبرع بيها. يعني ما بتيجي هنا كده عند استردادات، ما بيكون معاك ال5000 نقطة، بتيجي عندها ما بتلاقيش السهم الاحمر اللي بيبقى هنا عشان يبعت لك الحوالي او حتى التبرع. فبكده مش هيقدر، معلقين الاي بي، عاملين لك بلوك على كل الايميلات بتاع الاي بي. فكده انت بتضطر ان انت تغير الاي بي او تعمل ضبط مصنع على الراوتر اللي معاك، او عادي بقى تنزل اضافة هولة او اي اضافات من اللي بتغير الاي بي الامريكي وتعمل اكونت تاني. وبتلغي برضه في نفس الوقت، بتضطر ان انت تلغي كل الايميلات اللي انت عملتها. فياريت محدش يعمل الحركة دي تاني. وانا غلطت وعملتها وجربت، بس الموقع طلع ذكي. والموقع ده جميل جدا، هو بيبعت كل يوم استطلاع او 10 استطلاعات في الشهر تقريبا، حسب الحاجات اللي انا قريتها. وياريت لو حد قال كدب خش جرب، مش هتخسر حاجة. وحتى لو كل يوم استطلاع، ده انت قاعد في البيت ما بتعملش حاجة، كل يوم 5 دقايق احسن ما انت قاعد على الفيسبوك تاخد فلوس. وانت عادي بتستلمها من ويسترن يونيون، من المنصورة، او اقرب فرع ليك في اي محافظة. هسيب لكم رابط في الوصف، تكتب اي محافظة انت كنت فيها وهو يجيب لك اقرب فرع ليك، او تكتب المدينة اللي انت فيها وهو يجيب لك اقرب فرع ليك. يا ويسترن يونيون خدمة تحويل اموال عالمية، وفي كل حتة موجودة. وعادي انت بقى بتاخد ال50 دولار تبدلهم من اي محل صرافة. وبكده انت وانت قاعد في البيت عملت فلوس، احسن ما انت قاعد على الفيس طول النهار. حتى اي حاجة بتسلي نفسك كل يوم 5 دقايق، وانت في اجازتك حتى يا سيدي تسلي. ويا ريت يعني تسجلوا من الرابط بتاعنا، هسيبهولكوا تحت الوصف. وتقدير لتعبنا ومجهودنا معاكم. ومحدش ينسانا برضه، هبقى متابع معاكم، واي حد عنده سؤال يسيبه في الكومنتات وانا هجاوبه. وهنا عادي شرحنا في الفيديو اللي فات ازاي بتسجل. بتكتب هنا البريد الالكتروني بتاعك، وهنا الباسورد. بتكتب اي باسورد مثلا عشان اي باسورد انت عايزه، وبتتك سجل. وبعدين بتروح على البريد بتاعك. معلش ثواني بس اوقف الفيديو، اصل النت مش تقيل اوي، معلش. وتيجي هنا في الرسائل عادي، هنا هو هتلاقي بعت لك مثلا رسالة تأكيد الاكونت، رسالة دي الرسالة. بتيجي انت هنا تقوم دايس على الرابط وتفعل حسابك. اول ما بتخش هو بيفتح لك اول استطلاع،
هو الموقع هيفهمك على كل حاجة من جوه عادي، يعني انت بتتك يا دوبك بتتك اسجل، بعتلك رسالة تفعيل وكده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيب لكم الروابط اللي هتحتاجوها كلها تحت الفيديو في الوصف، واي حد عنده اي اسئلة يسيبها في الكومنتات وانا هجاوب على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.